كله لسه بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش عن الراب، وده لسبب بسيط قوي. انه اللي عمل صوت وجوده للمزيكا في مصر او للراب في مصر التصعيد يا الله يا مرض. يا لهوي يا لهوي يخرب بيت الكلمات يا عم، يخرب بيت الكلمات. قلت بمناسبة الشيكو يعني بالمناسبة يعني مش عايز ترد عليهم؟ وجهة نظر. فانز الراب من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الراب وبتاثر على المنظومه هي الفانز بتاعته، لان هي اللي بتغير وهي اللي بتحدد انت هتفضل في الاول ولا تنزل تحت. ما ينفعش يا مان، الناس جايه من القاهره يا مان، ما ينفعش. في نقاشات كتير وفي حاجات كتير بتحصل، في سوشيال ميديا بتدخل في الموضوع. طبعا ما كنتش ينفع اتكلم حاجه زي كده من غير ما يبقى معايا اخوات كبير احمد شيكو. والله العظيم اخوات كبير حبيبي. طب اسالك انا سؤال لحد ما يديك الموبايل. اسالني سؤال. اول مره حد يسالني سؤال. صح؟ انت عامل البرنامج ده ليه؟ عشان كنت عايز اكتشف اكتر، ده بجد كنت عايز اكتشف، اشوف المنظومه من جوه عامله ازاي ما بتدخل جوه، عشان اثبت لنفسي حاجه ان انا كنت شايف ان كونتنت الراب سهل. طلع مش سهل قوي زي ما كنت متخيل، بس هو طلع سهل. يعني كنت فاكر ان اي ريل هنزله هيفايرل، بس الموضوع ده ما حصلش. لا مفيش كلام. دي النقطه اللي غلط. ومش سهل عشان هو سهل، سهل عشان بحبه. هبدأ بسؤال سخن. لورد في الحلقة بتاعتي كان قال ان انت خليت الناس تخاف من انها تنزل تراكات، لان شيكو بقى بيخوف الرابرز. يعني دايما انا بقول ايه، شيكو منارة الراب في مصر. يعني ان هي بتقعد تراجع نفسها 100 مرة قبل ما تنزل تراكات. هل الكلام ده انت شايفه حقيقي؟ يعني كتر خيره والله ان هو قال كده، بس انا مش حاسس ان اهميه قوي اللي انا بعمل ان حد يحط في دماغه انه شيكو هيتكلم عليا ازاي. ممكن ده يكون موجود بس مش لدرجه ان الناس بقى بتفكر. رغم ان هو قال لي ده قبل ما يتكلم معاك في الحلقه. هو كان بيحكي لي ده، بيقول لي انا كنت في استوديو وفي ناس كانت عامله تراك وشتموا فيك علشان قالوا ان شيكو هيتريق على التراك ده لانه ما فيهوش سكيلز وما فيهوش حاجه. لا مش حاسس ان الرابرز ممكن يكون قاعد بيفكر في انه هو شيكو هيتكلم ازاي على او جايز يكون بيحصل. معرفش برضه لورد ادرى. يعني انت اللي بتنتقدهم بيبقى انتقادك اغلبه مبني على ان هو التراك ما فيهوش سكيلز. بيبقى ده اغلب، لان ده اساس الراب. هو مش الراب انك حافظ شويه كلام هتمشيه على البيت. الاساس في الراب هو مين اشطر. في رابرز كتير موجودين بس في الاخر مين اصيع. هو انا ينفع اقول ان الراجل ده قاعد ورا عشان ده الحلقه الجايه؟ عادي. في ناس كتير قوي باتلرز موجودين، بس ليه في ناس كتير قوي تقلق يعني موجود؟ عشان السكيلز بتاعته اعلى سنه. فطبيعي ان انا اقارنك كرابر بسكيلز، مش اقارنك بان انت عارف تمشي الكلام على البيت. ما انا ماشي الكلام على البيت وانت هتمشي الكلام على البيت. يعني شغل بيت واكتب عليه كلمتين هتعرف تقفلها بقافيه كتير وكبير وابو قير. السكيلز اهم ولا الفايب؟ هو في الاساس ايه؟ الريذم اند بوت. في شعر في الموضوع، في شعر صح، بس اذا انت تمام عايز تعمل فايب اعمل فايب، انا مش ضد ده، بس هو مش ذوقي. بقى شيكو هو مناره الراب في مصر يا عم. لا انا راجل بطلع ده قال نفس الجمله برضه. انا بطلع اقول ذوقي، يعني ده اللي انا بحب اسمعه. مش شرط يكون عادي جدا. ما في ناس كتير قوي بتعمل تراكات حلوه بس انا ما بحبهاش، والتراكات دي بتفايلر وجايبه بتفايرل عمري ما هسمعها، مش بتاعتي. فمش معنى ان انا بقول ان التراك وحش ان مصر كلها لازم تقول التراك وحش. ده رايك من الاخر يعني؟ ده مجرد راي شخصي عشان اللي بيزعل. راي شخصي. خلي بالك اللي بيزعلوا كتير قوي بقى في قمص كتير قوي الفتره الاخيره تحديدا. ما اعرفش ليه، يمكن بقى عشان خلاص بقينا عشره اكتر، ويعني خلاص الكونتنت داخل في سنتين فبقى في عشره، فبقى في قمص كتير. ودي حاجه انا مش فاهم، بس في قمص كتير قوي ومن ناس كبيره. ما الشيع انا باكد لك يعني. انت تعرف حاجه؟ هي اكيد. طب ما تقول لي بس دي مش هحطها يعني في الحلقه. ليه؟ يعني قول لي وهنعمل تيت على الاسم. زعل من ايه؟ نجم الدنيا كان زعل انك انت قلت يعني ايوه. مش بعد كل ده هتلخبط في حاجه شبه كده او هقع في حاجه شبه كده؟ ولو قلت كده فانا اسف. انت موضوع ابسط من كده. مشكلة انك دارس. والله انا دارس ولا حاجه. مش عارف اتناقش معاك عشان دارس. هل محتوى الرياكت بيأثر على غضب الفان؟ يعني انت لما تيجي مثلا تعمل فيديو رياكت تقول احنا هنهزر وايه اللي انت بتعمله ده، بطل تتغشلق، بطل مش عارف ايه مثلا. انت كده جمعت غضب الفان ناحيه الراجل ده، او هو حطوه في فئه يعني كل ما يشوفوه الشارع يقولوا بطل تتغشلق بقى مثلا. طب وده الموضوع ده ملوش حل؟ لا يعني ملوش حل. ومحدش ياخد انه هل الرياكت ده بيأثر على غضب الفان؟ بيأثر على ممكن اخلي جدا الفان بكره الصبح يكرهك، وممكن اخليه يحبك بناء على رايي، وده غصب عني. هو في الاخر الراجل ده عشان بيحبك انت اكتر من هو الرابر. اشتراني، هو ما اشتركش. يعني هو في ناس بتيجي تتفرج عليا علشان هو بيعرف ايه الجديد اللي موجود في التراكات. كلمه انا قلتها ولما يقابلك او في الكومنتات يفضل يقولها لك كتير. بس ما هو في نفس الوقت لما انا بقول حاجه حلوه هو بيقرر ان هو يقول لك حاجه حلوه. الفان اللويال بتاعك هو يفضل لويال ليك مهما انا
قلت انا في ناس بطلع اقول عليها التراك ده وحش، فالفانز بتوعهم بيدخلوا يطلعوا عين امي مالك اصلا؟ طب طالما وحش طب ما تسمع وبلاش حنيكه والحاجات اللي شبه مين؟ الموند تسمع وبلاش حنيكه والحاجات دي، فاهمني؟ الحاجات هو دي بيبعتهم اصلا. طب جدع. الغلبان ده يعني. انت حاسس ان انت عايز تبقى دي اخر حلقه على اليوتيوب صح؟ يعني ممكن اقول افيه يتكرر عند الرابر ده او الارتست ده في الكومنتات. حصلت كتير واتلمت عليها. ما بقولش ده علشان الناس بتبدا بيفات وهميه معايا، وانا يعني انا ما بس. فممكن اقول لك حاجه فتلزق فيك، وممكن اقول حاجه حلوه برضو فتلزق فيك. لو قلت حاجه وحشه هو انا قصدي هنا للتراك، ان انا التراك ده مش عاجبني، بس انت كانسان يا باشا على عيني وعلى راسي. وبعدين ده راي. لا ما احنا في مصر ما فيش الكلام ده. في مصر ما فيش رايك، عيب. انت تقول رايك وهتقول رايك، بس تقول رايك الحلو. ورايك الوحش لا انت وحش. خلي بالك برضو انت عارف ان المين ستريم بيقولوا رايهم وعادي الناس ايوه ايه ده انت جامد قوي. على حسب انت مشهور قد ايه. انا مستني تشير درجه معينه وهسلخ اللي تحت. انا بس عديت فيها ال 200,000 انت هيبتدي رايك يبقى تمام. ايا كان بقى الخرا اللي هتقوله في الدنيا الناس هتصدقه وهتمشي وراه. طول ما انت لسه في الحته بتاعه المين يعني نقي رايك. انت انفلونسر نص ونص. قول اللي احنا عايزين نسمعه. هتقول حاجه ثانيه لا انت كده بقى بتدور على ريتش. يعني انت الحلقه بتاعتك انت ويوسف جابر ما قلبت الباتل سين بتوع الباتلات. قلبت الدنيا والناس ابتدت تتكلم. ديزاستر اللي طلع قال كده الله عليك يا ديزاستر كله مش الله عليك. هم هيسكتوا حتى لو هو قال حاجه غلط لانه هو ديزاستر. خلاص هو حد وصل لحته انه هو حتى لو قال حاجه غلط احنا تمام هنحترم ان هو قال حاجه غلط وممكن ندخل نكلمه بيننا وبين. اولع الدنيا. عايز تولع الدنيا؟ انا شايف ان يوسف جابر ما قالش حاجه غلط. لا انا شايف ان يوسف جابر قال حاجه غلط. لا إيه عايز هتحط دي في الحلقه؟ شايف ان يوسف جابر قال حاجه غلط. ايه هي؟ بقول لك ايه يا شيكو فرتكوا بعد اذنك فوقوا. طب ايه قال ايه غلط؟ طيب اصل يمكن انا مش فاكر قوي خالص. هو في قال حاجات صح كتير، بس في حاجات انت ممكن تقولها صح بطريقه هتخلي كل اللي بتقوله غلط. بمعنى يوسف جابر هو في الاول وفي الاخر يعتبر هو الجونيور في الباتل راب. ده حقيقي. ولكنه شاطر جدا جدا جدا. عنده اداء وعنده الكاركتر بتاعه، والراجل عرف يكسب الليج من حد قديم زي نادر سنس. او تعالى امتحنك فيه. جمع تيم وانا جمع تيم. جمع فرغلي جمع فانديتا. شكل نادر سنس اللي بقى بينسى عشان دول لو كانوا لسه موجودين كانوا هيطردوه من التيم. كل ده يحط يوسف جابر في حته حلوه، بس في حته كده هي حته ريسبكت. انت لما تيجي تتكلم عنها برضو لازم تديها الاداء بتاعها. ما ينفعش تلغي تاريخ ناس كتير، مش تلغيه برضو علشان ما نبقاش حملنا الوضع اكتر من حاجه، بس ما ينفعش تقولها باداء تحسس الناس ان كل اللي حصل قبليك ده ما كانش حاجه، وان الباتل راب بدات اول ما انت ظهرت. دي بس الحته اللي انا لو باتلر بتفرج على انا ما اتضايقتش وانا بتفرج على الحلقه، بس حطيت نفسي مكان باتلر قديم بيتفرج على الحلقه. هو احنا ما جيناش يا معلم؟ ما احنا اللي بنينا وعملنا وقلنا فخلاص ما فيش غير يوسف جابر اللي اتجمع فيه الكاركتر. عشان كده بقول لك دي الغلطه الوحيده. بس حلو يولع السين، خليهم يدبسوا في بعض، دي حاجه حلوه. شغل الشغل بدل ما فكره انه كلهم عمالين بيحبوا في بعض دلوقتي. طب حبوا في بعض انا موافق. في فيتشرز لا هنحب في بعض بس. لا ارجعوا اتخانقوا مع بعض تاني، على الاقل السين بيولع والدنيا بتبقى تمام، وبتعملوا تراكات حلوه لما بتبقوا متضايقين من بعض، علشان بتحس انه الحق ده سين عمل تراك فشيخ انا عايز اعمل افشخ منه. هم واضح انه ما بيجوش غير لما يتخانقوا. واسيبهم بيت وانت تموت انت في الحاجات دي جايبه لك فيوز. انا بعشق الخناقات طبعا. انت هتقول لي بس بعيدا عن الفيوز والله بعشق الخناقات فعلا. حاضر كل بلاويك. عايز تاني المكسيك ترجع وراس مال ترجع يعني الحقبه دي كانت حلوه. وبعدين انت بيدبوا في دول ودول بيدبوا في دول والدنيا تمام. انت بتسمع تراكات من هنا جامده وتراكات من هنا جامده. حاله الحب اللي موجوده دي عايز تعلي فيوزك. انت بتبقى حاطط نفسك منافس. مين منافسك بقى؟ مفيش حاجه دلوقتي. مفيش حد ده حبيبي، ده اخويا، احب له الخير ويحب لي الخير. طب ماشي فين بقى؟ لا انا احب له الخير ويحب لي. يا ابني فين يا ابني؟ انا بحب له الخير يا ابني يا حبيبي. مفيش منافس. بقول لك لا يعني انا مثلا حاطط منافس ليا انا في طنطا بس فاهم. عايز اعدي جدا. طب ما تحط مرعي لا بعيد. بعيد صح؟ بعيد الله اكبر. ايه رايك في الرابرز اللي بتزعل من رايك فيهم؟ تحب تقول لهم ايه؟ والله ما مستاهله. انت اكيد بتزعل من رايي وقت ما انا بقول ان انت عامل تراك وحش، بس انت بتحب رايي لما انا بقول عليك تراك حلو. اذا انت كده بالنسبه لك الكونتنت ده كله ما بتحبوش ولا هتستفاد بيه في حاجه. ليه؟ لانه زي ما قلت في الاول انا طالع بقول وجهه نظر المستمع. اصل انا تعبت في التراك وبص التراك ده عامله من الحته. انا واحد بسمع التراك بحس ان هو تمام او لا، فانا المفروض بالنسبه لك ابقى ريفرنس للناس. هو الناس بيعجبها ايه وما بيعجبهاش ايه، فهتاخد بس الحلو الله يسهل لك الحال. هتاخد الوحش بقى وتقول ده مشخصنها معايا. تقبل هو المفروض يقبل، لان انا ما بجرحش فيك. انا بجرح في التراك، بجرح في عمل انت عملته، وبقول ولا حتى والله ما بجرح. نفسي اجرح. اللي هو لورد قالها لك، قال لك انت بتقول تراك حلو مش عارف ايه والناس بتجرح. والله بحوش كلام
وفي حاجات بتتشال في المونتاج ببقى مراعي نفسيه الارتست. هو لما هيجي يسمع الجمله دي مني هيتقبل النقد ولا هيقول يا عم الواد ده عبيط اقفل خلاص. يعني انا كنت بحب رائف جدا جدا وما زلت بحب رائف، بس وانا كنت لسه بتفرج اسالك كنت لا وما زلت بحب رائف، بس وانا كنت بتفرج على رائف زمان انا كنت ببقى محرج للارتست قوي. رائف تحسه مدرس واقف له بخرزانه، يتفرج عليه مثلا لما يجي ينتقد زي سين فيديو من مروان الناس. بابلو مثلا، زي فيديو اي فيديو يعني انت عشان اتفرجت على اخر فيديو أيوة، بس تدخل تتفرج على فيديوهات، تتفرج على فيديوهات تحس انه خلاص يا عم بالراحه مش هعمل كده تاني. انا شايف انه شخصانه مع مروان بابلو بصح. انت عارف ان لا انا لا الناس اللي بتيجي لا على بابلو لا اتفرج على انا حافظ بقى. تعالى بقى للتاريخ تعالى للتاريخ اتفرج على رياكت رائف وهو بيتكلم على تراك عايز فين زمان. ايوه عايز فين. بس لا هو لما كان بيتكلم على ان بابلو ده نزل من السما دلوقتي عمل حاجه جديده. نادر لما بنلاقي راب بالمستوى ده، هو ده الجديد، هو ده الناس اللي حابه تسمعه. طب ما الراجل اهو عمل كده، فلما يطلع يقول على حاجه وحشه يبقى هو مشخصنه معاك مستحيل. بس هقول لك انا كنت بشكر فيك اول امبارح يا ابني، ما هو دي بقى الفكره، مش هخليك تتكلم ما تقلقش هي دي الفكره اللي بتحصل عند الراب، ان انت بتاخد الفيديو الوحش وتقول على الراجل اللي بيعمل كونتنت ده مشخصنه معايا. يا ابني شاكر فيك في 4 فيديوهات. عمل لقطه وحشه من ساعه اللقطه الوحشه دي مين شخصنها معايا؟ مين اللي عمل لقطه وحشه؟ مروان بابلو. ايه عمل لقطه وحشه مع اللقطه رائف؟ بتاعت ريد بول، لقطه ريد بول لما طلع اتكلم وقال لك انا خليت لمصر صوت في الراب وخليت لمصر مكانه في الجوده. بس هو دي لقطه وحشه. طب ما رائف هو اللي طلع اتكلم. طب ما يبقى مروان موسى مشخصنها مع بابلو. لا ما هو مروان موسى قال لك اما اركب على السلام. لا ما ركبش على السلام، مروان موسى اللي بدأ. هو خطف. لا هو قال لك انا لا ده هو اللي طلع قال انا عايز اشكر الناس كلها. عارف يعمل نمره. ما عرفش يعمل نمره. هو طلع ادى ريسبكت للناس. أيوة. لا دي مش نمره. استنى بس. طب هو عملها ليه؟ اللي بيعمل نمره هنقول له بيعمل نمره. هو الراجل طلع ادى ريسبكت للناس القديمه. انت عارف عايز بايه دلوقتي؟ ان انا الكومنتات اللي بتجي انت الكومنتات بتاعت العيال اللي تحت دي انا عارفها. لو حد عمل حاجه غلط ما هنقول له والله. ما انا بقول لك انا ببقى محرج للارتست من رائف لما بينتقد اهو. مش هحب يحصل كده فيا في يوم من الايام. انا طلعت قلت يا ابي يوسف بعد اذنك كفايه تراكات على صوره، انا محتاج اشوف منك كليبات لان انت المفروض تسوق السين ده مش كمزيكا بس كفيجوال. بس هو في الاول وفي الاخر انا هقول رايي لانه انا بالنسبه لي ابي يوسف مش هيجي زيه. ولولا ابي يوسف ما كناش احنا كلنا قاعدين القعده دي. حقيقه كان زماننا قاعدين على القهوه في وسط البلد بنتكلمها. حقيقه والله ما بهزر. يعني بعيدا ان انا رايي اللي هو قلت مروان موسى احسن من ابي بالنسبه لي. انت مجنون ماليش دعوه بيك. انا هقول لك وجهه انت كنت بتسير الجبهه وجهه هقول لك لا والله زي كده والله العظيم هقول لك وجهه نظري بجد. فاهم؟ مروان موسى كمزيكا هو موهوب اكتر، بس ابي يوسف كبني ادم ابي يوسف عمل حاجات كتير قوي في حياته. كبني ادم اقوى بكتير، عنده المهاره اقوى بكتير، عنده الشطاره اقوى بكتير. بس في حته المزيكا بس مروان موسى اجمد فيها كاحساس، لان ابي يوسف استحمل حاجات ما حدش يستحملها. انت فاكر فتره ما كانوا بيقولوا استحمل مفيش حد فيه ده جبل. الناس كانت بتروح تشتري حفلات تذاكر حفلات عشان تشتمه. حلو. مروان موسى لو كانت حصلت معاه من اول شتيمه كان عيط وروح. ماشي هسيب لك وجهه نظرك دي علشان هي في الاول وفي الاخر مزيكا. انت ممكن تستقبلها بطريقه وانا هستقبلها بطريقه. فانت حسيت انه مروان موسى هو مطور بالنسبه لك في المزيكا اكتر من ابي يوسف. كمزيكا مش كفلوهات خالص ومش ككتابه. انا فاهم ده. احنا بنتكلم كمزيكا، هنتكلم في الحق وفي الفير. لا في الحق وفي الفير في المزيكا. انا بقول لك تاني علشان الحته دي بتبقى مهمه والله نفسي الناس تفهم. في تراك والله الكومنتات جدا في تراك هيشتغل انت هتشوفه احسن تراك في العالم، انا هشوفه عادي. هو لمسك انت في حاجه، هو ما قربش مني انا في حاجه، فخلاص بالنسبه لي ما حسيتوش. واحنا جايين في الطريق كنت بسمع تراك في العربيه مع شخص ما ان شاء الله هيبقى ضيف الحلقه اللي جايه، فانا جيت قلت له انا عيد التراك عادي جدا. قلت له عيد التراك. قال لي بتعيد التراك ليه؟ قلت له باش انا كان نفسي اسمع حاجه شبه كده. هو شايف انه ما تراك عادي، هو لمس فيها حاجه ما لمسش فيه حاجه. ابي يوسف بقى وحته المزيكا يعني انا اسف يعني انا هصدمك بده. مروان موسى انا بالنسبه لي يعني من الناس اللي عرفت تطور مزيكا السين وعرف يطلع صوت حلو وصوت جديد. بس كانواع مزيكا ابي يوسف غنى روك وغنى بوب وغنى وعمل انواع مزيكا كذا وجرب في كذا، وبيصحى من النوم يعمل بيت محدش فاهم هو ايه الاستراكشر بتاعه. فكمزيكا لا برضه هو كمزيكا في حته ثانيه لوحده. عشان كده بقول لك هو ما ينفعش تحط في مقارنه. هو هنا تعالى بقى الباقي كله يتخانق مع بعض. هم نفسهم قالوا كده يعني مروان موسى نفسه قال كده. هو كغرابه ابي يوسف كغرابه ابي يوسف بص ضربه. شفت الفرقعه ده ابي يوسف بيعمل بيت. كل لما بقول حاجه على ابي يوسف بيحصل حاجه. الراجل ده عطس 3 مرات ورا بعض. ده مرعي مش عايز افتكر. مفيش واحد عارف يعمل 3 شخصيات ويخلي ال3 شخصيات عايشين وحيين قدامك وانت قاعد تقول التراك ده مازن. انت فاهم هو خلاك عبيط ازاي؟ هو اصلا خلى الناس هو خلى الجمهور لا هو الناس عارفه ابي يوسف. لا الناس وقتها ما كانتش تسمع التراك تقول لك ده هيثم. يا ابني هيثم هو ابي يوسف. بس هو الراجل عرف يبيع لك البيعه بتاعت انا عندي 3 شخصيات، رسمها الجمهور كامل. بقيت عارف من نبره صوت ده ابي يوسف وهو عامل شخصيه. يا عم لا بعيد قوي عن كل الناس. في فتره الناس ما كانتش عارفه اسم ابي يوسف الحقيقي ايه. حصل لما عشان كان بيبدا تراكات بهيثم وكان بيبدا تراكات بمازن. بس انا برضو مش عارف بقى هو يا عم براحتك. هي نوع مزيكا يعني. فلوريدا دي مثلا بالنسبه لي هي دي
انا عايز حاجه، عايز الاغاني اللي تنزل بعد كده كلها كده. فلوريدا، انا بحسب فلوريدا كمدينه. لا هي فلوريدا البوم فلوريدا. انا عايز الاغاني دي كلها تنزل كده، فاهم؟ ده انا هي دي. ده ايه ده انا الله يبارك. بتكلم في كده. هو بالنسبه لي اصل بلاقي الناس برضو ايه، الناس من كتر ما اتصدمت من رايي ان انا قلت مروان موسى احسن من ابي يوسف ما ردوش عليا، فاهم حاجه؟ يعني ما فيش الكومنتات الشتايم، هم اصلا هتقول اصل ابو الانوار هو زياد زازا اللي كسب البيت. يا عم براحتك، الناس زهقانه، مفيش حاجه جديده والله بتحصل في السين، فالناس زهقانه. ما لا هو زياد زازا كسب فيم، كسب شهره، تركاته فايرال. لا تركاته فايرال. حط الحته دي عشان دي حته مهمه والله، كنت اقولها في حلقه من الحلقات مش خساره فيه. ربنا يكرمك. بس زياد زازا عمل اللي ما حدش عارف يعمله في تاريخ الراب سين وقت البيف. ايه هو تراك عاجبها الاداء، ده تراك نزل وسط بيف يا صاحبي، هو ما زال ترند لحد النهارده، وما زال فشيخ وبيتغنى في الحفلات والناس حافظاه وما بطلش. وبعد البيف الكيرف بتاعه في العالي، في ناس ابي يوسف بس سلم عليها قعدت في البيت، في ناس دخلت بيف ما قدرتش تكمل التراك الثاني ريحها. الراجل ده نزل هتايه في وسط بيف، انت فاهم دماغه فين؟ انا لومت وقتها ان انتوا وقت البيف يا باشا بعد اذنك دسات، لكن التراك انا قلت ده خلاص هيموت في الوسط. تراك ترند لحد النهارده، تراك اتفرج عليه في اخر حفله لزياد زازا، الجمهور بيغني كانه نشيد وطني. ده واحد شاطر، واحد لازم ياخد ريسبكت في الحته دي. وبعدين برده مش عاجبها الاداء بس، هو التراكات اللي نزلت اللي فاتت لو كانتش اتمسحت كانت هتفايرل، بس هو النقطه ان هو نازل يهزر. هو قال لك اما استغل، بص هو ابو الانوار جامد قوي، مش عارف اواجه الحته بتاعته دي، لعبوني في الهتات. ده ذكاء. ايوه ذكاء. هو شايف ان هي مش حتته خلاص، مش عارف اواجهه في الحته دي، انا اواجهه في حته ثانيه، وده اللي حصل. لا طبعا اللي كسبان زياد زازا، كسبان البيف ابو الانوار. اللي كسبان عموما زازا طبعا. ابو الانوار ماليش دعوه. عامل البوم وحش قوي. لا بجد ما عجبكش؟ ما عجبنيش، حاسه مش ابو الانوار من ساعه ما ابو الانوار حلقه وهو مش جاي معايا. كاركتر النقله اللي ما بين ميمو الشقي وميمو دلوقتي الهادي اعتقد هياخد وقت، لو لازم كان ياخد وقت ويستوي ويهدى شويه، ما ينزلش ليله كبيره. انا هسالك سؤال لسه جاي دلوقتي في دماغي حالا، الاسئله اللي هي بتيجي دلوقتي دي، ايه رايك في مدير الاعمال في مصر؟ ما اعرفهمش والله بجد والله، ما عنديش راي يعني، مش برخم عليك بس انا ما عنديش خبره في التعامل معاهم. الصوت ورق، ما انا هقول لك يعني اقصد ما عنديش خبره في انه انا اتعاملت مع مدير اعمال فضايقني انا التعامل. لا مش قصدي كده. ايه انا قصدي ايه رايك في نتائج مديرين الاعمال في مصر بتوع الرابرز؟ هم مش كتير الشطار. ما بقول لك مش كتير الشطار يعني. بما اننا كنا لسه بنتكلم، فمثلا جوده اللي اسمه اتقال في البيف كتير، صاحب بيت روت، انا بالنسبه لي ده من اذكى الناس اللي موجودين، مش عشان حاجه انا شفتها، بس انا شايف هو لما بيمسك ارتست بيعمل فيه ايه. هو مش بيبيع له تراكات، هو بيبيع كاركتر. انا معايا انسان، الانسان ده انا هلف بيه كل حته. عمر عماد برضه، انا بقول لك انا ما اعرفش اسمائهم والله، لانه انا كان مسك مروان موسى في فتره راس مال، عمل راس مال، هو اللي عمل راس مال، يبقى عظيم لو عرف يعمل حاجه شبه وراح مسك ابيس في فتره ما فيش احساس. وانا ما اعرفوش بس عشان ما بتبان الحاجات دي تناك، انا ما اعرفوش جهل مني. علشان انا كنت لسه بتكلم برضه مع الشخص اللي هيبقى موجود في الحلقه اللي بعدي ان انا بتعامل مع الفنانين بتراكاتهم، ماليش دعوه ان ايهاب اتخانق مع شيكو النهارده، بفصل نفسي بقى عن الحته دي. اصل ايهاب اللي بيديره كريم اخوه، ماليش دعوه. ايهاب بيعمل ايه، بينزل تراك، ده اللي هروح اسمعه. انا بالنسبه لي بصراحه مش موجودين في ناس ماسكه مين ستريمز مضيعاهم بسبب القرارات الغبيه. لا هو اللي موجود دلوقتي مدير اعمال، كل اللي بيعمله انه زي الفل، ايه الاخبار، لا احنا بناخد 2 مليون، مش هينفع نقل عن كده، وانا نسبتي كذا، يلا سلام عليكم. بالظبط. لا مش كده، بس انا قصدي على القرارات، انت تقول له يعمل كذا ويعمل كذا. هل بقى الفنان هيوافق على كده؟ المفروض يوافق على كده، لانه المفروض الشخص اصلا اللي عامل كده مبني على دراسه ويقنعه، يقعد يقنعه. انا مصدق بقى في ده. عارف مين مدير اعمال عفروتو؟ ايه من سيربح المليون ده سؤال؟ مش عارف. اخوه معظمهم يعني. عارف مين مدير اعمال احمد سيد زيزو؟ ابوه. ايوه هي هل الفانز مسؤول جزئيا عن الاعمال السيئه بسبب تطبيله الرابر معين؟ جزئيا كليا لا، لانه في الاول وفي الاخر انت المفروض فنان عاقل وراشد. دخلت الاستوديو بتاعك عملت تراك انت عارف ان هو مش احسن حاجه، ما تنزلوش. بس في جزء اللي هو بيحب الفنان، زي ما كان زمان قوي بيتقال لو عمرو دياب كح احنا تمام موافقين. ففي فنانين دلوقتي بالكح، والجمهور بتاعهم خلاص هو شايف انه ما ينفعش تتكلم عنه، ما ينفعش تنتقده، علشان هو الفنان النهارده قرر انه هينزل هذه الحاجه اللي احنا مش فاهمينها. غالبا بوب يعني. وساعات راب وحش، ده راب وحش، لا انت اللي وحش، ماشي. يبقى طالما انا اللي وحش وانت مبسوط كمل معاه، مش دعوه بيكم انتوا الاثنين خلاص. واخر الطريق هيغير مستحيل، يا هيغير يا يقع. هيرجعوا يعملوا راب زي الكلاب. اتمنى والله سانتا يطلع عنده حق، بس يعني ده مش هيحصل الا للاسف يعني لما الراب يختفي شويه والناس تزهق من حاجه جديده هتطلع، وغالبا هو النوع الجديد من البوب
اللي بيتعمل، بعد كده الناس هتزهق هيضطروا يرجعوا للراب. سيء النوع الجديد ده. بس اللي هيموته، ودي حاجه غريبه يعني ان انا اقولها، محمد مرشدي والجيل الحالي من المهرجانات هم اروش بكتير قوي وعارفين يكسبوا الجين زي بطريقه. شخصيتهم اروش يا صاحبي في كل حاجه. شخصيته اللي فرحان بالبوب ده هو مش عارف اللي بيتسحب من وراه. هنقعد نتفرج عليهم سنه سنتين كده حلوين عشان حقيقيين يا باشا. اوريجينال، انت كنت اوريجينال. انت كنت كرابر حد بتقدم حاجه اوريجينال فالناس جات لك. لا انا اروح بقى ايه، اروح احب اغني. طب قول لي فماشي خلاص، روح بقى ستار ميكر وخليهم يكتشفوك من اول وجديد. ايه اكتر موقف اتحطيت فيه وحش مع فان راب؟ مع فان راب يعني وش الوش ما حصلتش، بس يعني العبط بقى بتاع الشتايم اللي بيبقى موجود ده، الكومنتات بس يعني. زي حد بيشتم او بيتضايق مني، او انا معدي حتى على حد تايم لاين منزل فيديو متضايق مني قوي، انا بعمل له بلوك عشان ما يتفرجش عليا تاني، مش عشان ما اتفرجش عليه. انا بحاول انقذه من الحته اللي هو مش عارف يخرج نفسه منها. انت متضايق من الشخص ده، اعمل له بلوك. يا جماعه هو انتوا بتتفرجوا ليه على الكائن اللي اسمه كذا؟ في ناس بتقول كده. ما عدوش قدامي الحمد لله. هو برضو في جزء كده انا بدخل ادعبس واكتب اسمي باكتر من حته علشان اعرف اطلع الخبايا والحاجات اللي شبه كده، فبيطلع لي بقى الديب ويب ده. الحلقه اللي فاتت كنت بقول يمكن عشان ويجز جاله اعلان بس استرخى ولا خلاص. شفت الفيديو ده حلو قوي، لقيت الناس عملت ايديت على البتاع. حلو قوي الفيديو، حلو قوي. انا ما كنتش قصدي كده. انا عارف طبعا. لا بس ده انا كنت ناسي اصلا الديس. فاكر لما كنا قاعدين على القهوه قلت لك لو رسمت الكونتنت على انه ينتشر مش هينتشر، يطلع حقيقي ماشي. ايه اكتر موقف وحش اتحطيت فيه مع رابر؟ طب انا قلته قبل كده، بس يعني هو هيفضل بالنسبه لي اكتر موقف لانه اتخضيت لما الحمد لله يعني مش ده ما حصلش تاني، بس لما ابيو عمل لي بلوك انا عملت ايه غلط؟ ايه اللي حصل؟ انا عارف. فلما ده حصل، شوف انا قعدت اتكلمت قد ايه انا بالنسبه لي ابي يوسف قدام الكاميرا ورا الكاميرا وابي يوسف، فلما الاقي ان ابي يوسف عمل لي بلوك يبقى في كده في حاجه غلط انا عملتها بس انا مش فاهمها. ايه نصيحتك للي عايز يبدا راب؟ ما تبعتليش كلام، يعني ما تبعتليش ليركس خالص، ما تحاولش تعمل ده معايا انا ككونتنت كريتور، لان انا مش هفيدك. انت بالنسبه لي باعت شعر، ساعتها هقول لك تعالى نجمع ده وننزله في معرض الكتاب اللي جاي لان شعرك حلو. انت كرابر انا محتاج اشوف الكلام ده هيتقال ازاي. ده رقم 1. اتيتيودك بالظبط. انا نفسي مصر كلها ترجع تعمل راب تاني، علشان الحقبه بتاعت ان الناس كلها كانت بتجرب هي دي اللي وصلت للعصر الذهبي بتاع الراب. دلوقتي احنا في حقبه كده غريبه ان الناس ما بقتش عايزه تجرب، الناس بقت مستنيه اللي عندهم موهبه، يعني مستني ينزل تراك زي ما كنت بقول ياخد جرامي. يا عم نزل تراك متسجل وحش ما عنديش مشكله، بس اعمل المحاوله دي زي ما انت قلت. افتح فري بيت وافتح الكاميرا بتاعتك وصور، ارجع انشر الفن ده تاني علشان جايز حد يلقطك يقول عليك تمام. بس فكره انه انا مستني اعمل تراك بنفس جوده ابي يوسف، عارف هو الراجل ده تعب قد ايه عشان يعمل الجوده دي؟ بس سانتا لقط 10 واسماء كتير هتتكنسل لو كانت دي النجوم فانا الشمس. سبحان الله رزقه، الراجل كان صاحي بدري يقلب في يوتيوب لقى عشري قدام، وبالنسبه لي التراك ده اكتشاف. بس هل عشري عنده بقى تاني ولا دي الفلته؟ بوب بقى. ما اصل في حد بيبقى بيعرف يعمل تراك حلو بس ما يعرفش يعمل تراكات حلوه. السؤال المفضل، ايه رايك في كونتنت الراب؟ وفي كونتنت راب بقى فيديوهات بتنتشر بنت بالاي اي. في حد قال لي الحوار ده، مين انت ولا مين؟ ده لورد. لورد حكى لي الحوار ده. ايه الحوار ده بجد؟ معاك الفيديوهات دي صح؟ بنت بالاي اي بجد؟ بص عندها كام فولور؟ انا ما جبتش الرقم ده. حلوتي، مسار اجباري، شرموفي، كلهم طلعوا من نفس المكان، ساقية الصاج، المكان اللي وحشنا كلنا وبيرجعنا ايام البندات، وشكلنا كده هنرجع لايام دي تاني، وهتبتدي بحفله ببلاش كمان. عارف الكومنتات عباره عن ايه؟ انت اي طلعت فايرال. ما شفتهاش قبل كده؟ دي اول مره اشوفها. انت شايف الارقام عامله ازاي؟ طبعا. الله اكبر يعني لو شركه اللي عامله كده فدي حركه صايعه قوي، حركه ماركتنج صايعه قوي. لو دي ليبل مزيكا مثلا يونيفرسال حاجه شبه كده ومطلعين انفلونسر يبقى بتاعهم عشان يفيرالوا بيه تراكاتهم، فدي هتبقى حركه صايعه قوي. ده هنعرفه بقى في الحلقات اللي جايه. انا عارف تراكات لازم بس بيبعتوا له برضه. قوم جاي حاشرها في النص، افضل 5 تراكات طب كده دي تبع ليبل معين هنعرف هو مين بقى لما. ايه رايك بقى في كونتنت الراب بجد؟ يعني قبل ما انا اعمله كنت مبسوط جدا 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 وانا بتفرج عليه. ليه؟ لان هما الناس كانت قليله قوي. ايام رائد بقى. انت كنت برضه حاجات قديمه برضه. انا اقدم كمان. بس انا ايامي كان بالنسبه لي جوزيف ده المتوسط. يعني بجد لما وعيت على كونتنت الراب كان قدامي جوزيف ومؤذي. لا كان في الاول اولي انا عشان ما اعرفش فيه قبل كده ولا لا، بس كان في ياسين زهران وبوفلو، دول كانوا اول اتنين اتفرجت عليهم. كانوا عاملين حاجه اسمها حتى كوكب الارض. بعد كده ظهر رائف، اول حد شدني طريقه تقديمه للمحتوى ده، ورميح كان بيعمل حاجه حلوه قوي. رميح بتاع رابسي عاجبني بقى انه دلوقتي في شباب كتير قوي طالعه بعد ما عملته. اطلع اتكلم. مش عايزها بعد ما عملتها، بس ان الواحد بس فتح لهم سكه انه هي سهله تتعمل. كل الجعلصه اللي كانت موجوده في الاول انت اطلع اتكلم بس بالحاجه اللي انت حسيتها. انا عايز مصر يبقى فيها 19000 كونتنت راب بيتكلموا عن الراب بس. ليه؟ لان ايهاب لما يتكلم ومحمود وكريم وشيكو كل ده يتكلم عن الراب، فانت كل شويه عمال بتجيب ناس جديده، فيوهات
لانه اكتر مسجات انا بتبسط بيها واكتر كومنتات انا ما كنتش بفهم راب وفهمته منك، ما كنتش بسمع راب بس حبيته منك. انا عامه والله مش انت قاعد، بس انا بحب اتفرج عليك لاجل ان انت اللي بتتكلم حبيبي والله يعني مبقاش بتفرج على اللي انت يعني مش مهتم بالسكيلز خالص بالسكيلز ولا ما بحبش فاهم. الله يخليك. كلهم مش شاطرين سكه اهو. في ناس انا ما اقدرش اتفرج عليها للاخر، وفي ناس انا بس مجرد ما بسمع الهوك بتاعها بعدي. بس بالنسبه لي اعمل دوشه، كمل يعني كمل وانشر الفن ده طالما انت بتحبه. مفيش وهي كلها قوالب عشان بس ما حدش يقول لك هو بيعمل ايه جديد. مفيش حد بيعمل حاجه جديده. شيكو بيحب يقول ايه لجمهور الراب؟ بص هو في اجابه اتقالت ورا. جمهور الراب اللي هو اللي بيفهم راب ولا جمهور الراب؟ جمهور الراب كله في مصر. بس والله هي ما كانت كده يعني. هي اللعبه ما كانتش كده. انا عارف انه طلعتوا لقيتوها كده، بس هي والله ما كانت كده زمان. كانت اجدع من كده وكانت احلى من كده. فانا فاهم اللخبطه اللي الواحد فيها. بس لو انتوا حبيتوا الراب وده ممكن بقى يبقى كلام بجد. بس لو الناس اللي هي الجيل الجديد طلع حب المزيكا دي وكان بالنسبه له هي الحاجه اللي بتعبر عنه، فاحب ابشرك ان الحاجه اللي بتعبر عنك بتنتهي. فانت محتاج تمسك فيها بايدك واسنانك. محتاج ان انت لو اتعلقت بيها تشوف انت اتعلقت بيها دي وتبتدي تتكلم عن ده. انا الراب اثر في شخصيتي بالمناسبه. طبعا انا اثر في شخصيتي 180 درجه. حاسس عايز احضنك قوي. ما تخافش يا حبيبي. كبني ادم بسبب المزيكا دي. كانش عندي ثقه في نفسي. لما سمعت مروان موسى بيقول لك وسيم وزكي كل شيء محتمل على موبايلي في حريم بالهبل، وقتها قلت هو ينفع تبقى وسيم على موبايلك حريم كتير؟ فاهم؟ انا كنت اصلا شفت انا كنت فين. انا كنت غلبان قوي لدرجه ان كنت فاكر ان ما ينفعش. والله العظيم لو حد تاني قاعد مكاني هياخدك سف. لا بجد انا كنت فاكر ان ما ينفعش. انا كنت ورا قوي. هو ايه زي ان انت تبقى وسيم وزكي وكل شيء وزكي وعندك حق. ايه ده يا اسطى؟ طماع قوي فاهم. انا كنت ورا قوي. كنت فاكر ان ما ينفعش اصلا. انت كنت بتتفرج على التلفزيون مش 24 قيراط فاهم اللي هو ايه ال 24 قيراط بتوعك انت خدتهم انت خدت 25 فاهم. ليوناردو دي كابريو يعني معاه فلوس اكتر منه. ووسيم وزكي ايوه وكل شيء محتمل. بس انا ما كنتش بقى ده ممثل. في سريره وفي حريم بالهبل ده مش موبايله بس. ده ممثل بقى فاهم. لكن ده انما ده حاسه كان طالع زيك. اللي هو انت عملت كده ازاي. فدخلت بقى شريط مروان موسى بقى وقتها اسمع بقى تعمل ايه. فلقيت ان هو بقى بيتكلم يقول لك بكره ان انا طيب. ايه ده انت مش لسه ابني قايل انك جامد؟ فاللي هو انت مجنون ولا ده اللي دخلني بقى جوه. التراكات بتاعت القعده بتاعتك بتاعت الساعه 12. لا على طول. لو انت بتلاقي نفسك عادي جدا بتقول ايه يا عم العبط اللي انا بعمله في حياتي ده. تصحى تعمل العبط ده تاني يوم. كلنا كده. نفسي والله بجد. نفسي نبطل. مين اكتر رابر الفانز مديه اكبر من حجمه؟ الاسئله اللي شيكو ما بيحبهاش. مش مديه اكبر من حجمه، بس هم عاملين حواليه هاله ملهاش لازمه. والحمد لله في واحد ابتدى يخرج منها وانا مبسوط. بس انا ما بحبش الفانز بتوع. انا عامل كومنت على الفيديو ده ادم سلكان ولا سلكان؟ السؤال ده ضحكني. ده حبيبي ده. بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش عن الراب